تأكد اليوم أن الجيش الجزائري يجد اللذة في استعراض أقوى الأسلحة خلال المناورات والتمارين التكتيكية التي يكون الجنوب الغربي للجزائر مسرحا لها، حيث أشرف اليوم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار على تنفيذ التمرين التكتيكي الفصل 2023، والذي يعتبر مختلفا تماما عن التمرينات السابقة، حيث استعملت فيه الذخيرة الحية وتم الكشف خلاله ولأول مرة على أنظمة جديدة عالية الدقة في التحكم بالتكنولوجيا والنجاح في التنفيذ. والملفت للانتباه هو طرح منظومة الحرب الإلكترونية الصينية المتكاملة CHL 906، والتي أحدثت الجزائر بحيازتها ضجة وخشية كبيرة على المستوى الإقليمي والقاري، والتي بإمكانها كشف رادارات العدو لمسافة 600 كيلومتر، أي حتى وإن تم نصب هذه الرادارات على مقربة من المحيط الأطلسي. وما تتميز به هذه المنظومة أيضا هو منعها للاتصالات على مسافة 300 كيلومتر، بالإضافة لمنع العدو جوا بحرا وبرا من استخدام أنظمة تحديد المواقع. كما ظهرت ولأول مرة بصورة واضحة منظومة الدفاع الجوي بعيد المدى من فئة S300 في التمرين، ولا زالت تخفي الجزائر ما هو أعظم ليوم الحسم. ويأتي تمرين الفصل 2023 كجرعة دورية يقدمها الجيش الجزائري من بشار لسد الأفواه المخزنية التي تستذكر في كل مرة وعن طريق الشعارات ليس إلا عبارات الصحراء الشرقية والزحف على تندوف.